اي مكان في الفندق انت عينك شايفه البحر. يعني كل ده جميل جدا، ولكن اجمل ما في الموضوع شط هنا مساحته كبيره جدا. برايفت بول طبعا مساحته كبيره جدا. ونعيش تجربتنا في ابراج سهل حشيش، واحد من اهم وافخم الفنادق اللي موجوده في سهل حشيش وفي مصر بشكل عام. اكتر حاجه بقى عجبتني هنا شخصيا هي الاستاف. الناس هنا يا جماعه مش طبيعيين، هم بيعملوا كل حاجه فعليا بحب ومن قلبهم. هتحس فعلا ان كل حاجه معموله علشانك انت وبس. الحاجه التانيه بقى وهي الفخامه. الفخامه هنا بقى مش مجرد كلمه، دي تجربه بتعيشها وبتحسها في كل تفصيله صغيره طول فتره اقامتك هنا في الفندق. الفندق هنا فيه حمام سباحه واحد، حجمه كويس جدا ومناسب جدا لعدد السويتات اللي موجوده في الفندق. تقدر تشوف البحر طول ما انت في البسين في اي مكان موجود فيه. هنا حاطين لك اكتر من نوع للصن بلوك تقدر ان انت تستخدمهم، فالدنيا هنا اخر دلع خالص. نيجي للرويال سويت، وده افخم واجمل سويت موجود هنا في الفندق. اول حاجه طبعا هناخد بالنا منها هي مساحه السويت الكبيره قوي مع المنطقه بتاعه الليفنج اريا. والسويت كله عباره عن غرفه نوم واحده بس، ولكن بتيجي بستايل مختلف ولطيف جدا. ده بقى الحمام التاني اللي موجود في السويت، في بانيو كبير، كمان بيكون في الدريسنج روم. السويت هنا بيكون في منطقتين للدايننج اريا، دي اول واحده وبتكون اندور. السويت بيكون في مطبخ تقريبا مجهز بالكامل، يعني ثلاجه، بوتاجاز، في مايكروويف، في كمان اسبريسو ماشين، فتقريبا كل حاجه احنا محتاجينها في المطبخ موجوده يعني. نطلع بقى بعد كده الاجمل واحسن حاجه في السويت هنا هي منطقه الاوت دور. اكتر حاجه مميزه هنا في السويت وهي البرايفت بول. برايفت بول طبعا مساحته كبيره جدا، خصوصيه كامله 100%، وكمان بيكون هيتد في الشتاء. ومن الحاجات المميزه هنا في الرويال سويت ان الفطار بيجي لك كل يوم. والحلو هنا كمان ان في ايتمز كتير متنوعه. نظام الوجبات هنا بيتقدم بطريقتين. اول طريقه بنظام الاوبن بوفيه، وده بيكون موجود معظم اوقات السنه. الطريقه الثانيه بيكون عن طريق السيت منيو، وده بيكون موجود في مطعمين الا كارت نقدر اللي احنا نستخدمهم طول فتره اقامتنا مجانا. فتقدر تختار ما بين اورينتال وانترناشونال والهندي كمان. ولو بتحب بقى الاكل الهندي فهنا تجربه الاكل الهندي مختلفه تماما، لان السبايسز نفسها هم بيستوردوها من الهند. كمان الشيفات اللي موجودين هم هنود اصلا، فانت اكنك سافرت كلت في الهند ورجعت تاني. الفطار هنا بقى مختلف شويتين، هو متقسم جزئين. في جزء للاوبن بوفيه، وده بيكون فيه بعض الايتمز اللي هي بتكون ريفيلد عادي جدا. وفي جزء كمان للسيت منيو، وده منيو كبير تقدر تختار منه الايتمز اللي انت بتحبها. كل ده جميل جدا، ولكن اجمل ما في الموضوع هو الفيو اللي انت بتاكل عليه. وعلشان الفندق هنا مساحته كبيره جدا، فهنا موفرين جولف كار 24 ساعه موجوده، تقدر ان انت تستخدمها وتروح لاي مكان انت محتاجه. نيجي هنا بقى للبحر. البحر هنا مساحته كبيره جدا، في طابع كده من الخصوصيه جميل جدا. في ما بين كل جازلونج والتاني مساحه تقدر ان انت تقعد براحتك، تقدر ان انت تستمتع بالهدوء والجمال بتاع البحر والمنظر اللي قدامك. وكمان في جيت كبيره نقدر ان احنا ننزل من خلالها في وسط الميه ونستمتع باجمل سنوركلينج في اجمل شواطئ البحر الاحمر. المساحات هنا مش طبيعيه، وكميه اللاندسكيب اللي موجوده هنا في كل مكان حواليك. الحياه هنا في ابراج سهل حشيش الرفاهيه والهدوء هنا مش اختيار، ده اسلوب حياه وتفاصيل بتعيشها في كل لحظه ليك هنا في الفندق.